سألتي نفسك السيرم كشكل من اشكال مستحضرات التجميل يفرق ايه عن الباقيين؟ السيرم عاده عشان قوامه زي قوام الميه فبيكون خفيف جدا على البشره، امتصاصه سريع واختراقه لطبقات الجلد بتكون عاليه جدا، وبيكون مناسب لكل انواع البشره خاصه البشره الدهنيه. جلو لايت سيرم تركيبته مختلفه شويتين عن انواع مختلفه من السيرم. هنا بيعتمد على وجود 2% من الهيالورونيك اسيد، وهنا بنستخدم هيالورونيك اسيد اللي وزنه خفيف عشان يبقى اختراقه للبشره عالي، ياخد معاه كميه كبيره جدا من الميه فيعالج الجفاف اللي حصل في البشره على مدار اليوم. مش كده وبس، كمان عشان يملى كمان الفراغات اللي في البشره، وبالتالي لو عندي فاين لاينز، عندي خطوط رفيعه موجوده حوالين منطقه الفم او حوالين الرقبه او عندي كمان جنب العين، هيبدا كمان يقللها. بالاضافه طبعا لوجود معايا كميه كويسه جدا من فيتامين اي والبنفينول عشان ترطب البشره على مدار اليوم. وعشان كده استخدام السيرم فيه شويه تريكات. السيرم محتاج بعد ما يتحط يتسيب البشره تتهوى فتره ما تقلش عن 30 دقيقه، وعشان كده يفضل يكون وقت السيرم يا اما ايرلي مورنينج، بدري خالص قبل ما انزل من البيت بنص ساعه، ساعه الا ربع لو عندي وقت، والميعاد والافضل ان يكون كمان قبل ما انام. اقدر استخدمه مرتين في اليوم؟ طبعا اقدر استخدم الجلو لايت سيرم مرتين في اليوم، الصبح وبالليل. الصبح كأن انا برطب قبل ما انزل، وبالليل كأنه علاج. النقطه المهمه جدا انه يفضل دايما مع السيرمز حتى ولو ما فيهاش المواد الحساسه للاضاءه، ان انا عاده احطها في اضاءه خفيفه او ادخل اوضه النوم واقلل النور خالص واستخدم السيرم بتاعي وانام، واخلي البشره على مدار الليل تطلع باعلى استفاده ممكنه من السيرم. افتكر دايما ان صحتك